هذا باب الثعبان، من يعرف شنو قصته؟ هذا الباب هو أحد الأبواب الموجودة في مسجد الكوفة، وسمي بهذا الاسم لأن الإمام علي عليه السلام كان في يوم من الأيام يخطب في هذا المسجد، وأثناء الخطبة دخل عليهم ثعبان كبير. فثعبان ودخل عليهم للمسجد، شنو يصير بهم؟ أكيد الكل خاف وقرر إنه يقتله ويشرد من يمه. بس الإمام علي قال لهم اتركوا، وإذا بالثعبان يقترب من الإمام. وعندما انتهى الإمام من خطبته اجت الناس للإمام تركض، شنو قصة هذا الثعبان؟ الإمام علي شنو قال لهم؟ قال لهم هذا من طائفة الجن، وقد مات كبيرهم وجاء يستطلع رأي من سيكون كبيرهم، فقلت له أنت كبيرهم وخليفة أبي. وأمره الإمام بتقوى الله، فسالفوا بها فضيلة للإمام علي عليه السلام. شنو تتوقع بني أمية راح يسكتون؟ قرروا يجيبون فيل من الهند ويخلونه بهذا الباب واقف حتى الاسم يتغير والناس تنسى القصة. وفعلا بقى الفيل واقف لمدة 4 سنوات بهذا الباب على أمل أنه يتغير اسم هذا الباب وتنسي كرامة الإمام علي عليه السلام. لكن بقى اسم هذا الباب إلى هذا اليوم يسمى بباب الثعبان نسبة إلى فضيلة الإمام علي عليه السلام.